صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. معلومة على السريع كده، معلومة صحية بقى على السريع، بما إننا كلنا عندنا نية إن إحنا نبتدي دايت بعد العيد. إحنا عندنا النية، خدنا ثواب النية، ربنا يسهل ونعرف نبتدي دايت يا رب إن شاء الله، ونخس، نشيل بلاوي ورقات الكحك والسمبوسة والبسبوسة وكل حاجة قوسة في جسمنا. الناس دايما بتتعامل مع عصير الفاكهة إنه حاجة صحية. عصير الفريش، انا مش بتكلم على العلب ده سيبكم منه، ايه حتى لو ما عليهوش سكر. خلي بالك من حاجة مهمة، في جملة بتقولك كل الفاكهة وما تشربهاش. eat your fruits don't drink your fruits. المعلومة اللي هفاجئكم بيها ان كوباية عصير البرتقال فيها نفس السكر اللي في كانة البيبسي. فانت لما بتشرب الفاكهة عصير بتضيع الفايبرز، بتضيع الالياف اللي هي مفيدة جدا، وبتشرب كمية سكر رهيبة لأنك بتاخد كمية فاكهة أكبر من لما تاكلها. لكن لما تاكل الفاكهة بتستفيد بالألياف، بتاخد كل الفيتامينات والفوائد بتاعة الفاكهة وبتشبع أسرع. فلو سمحتوا ما تتعاملوش مع عصاير الفاكهة حتى الفريش اللي بتعملوها في البيت إن هي صحية. دي مليانة سكر وما فيهاش ألياف. كل الفاكهة وما تشربهاش. ويا رب تبقوا في صحة، في سعادة، وصباح السعادة.